عنا الوضع الصحي سيء جدًا كان، لأنه توقّفت الERC النقطة الطبية لمدة 4 أشهر، بعد مناشدات ونداءات من الإدارة والأهالي. طبعًا استجابت لنا الهلال الأحمر الكردي، صار يداوم عنا بعيادة جوّالة فيها طبيب وقابلة وممرض. طبعًا هذا غير كافي، كونه إنه المخيم قرابة 7000 شخص، كنقطة جوّالة هي غير كافية، لا تخدم الأهالي بشكل كامل. الأهالي كانت تتلقى العلاج خارج المخيم، ونحن نعرف سوء الوضع الاقتصادي سيء بالنسبة للنازحين، كون النازحين لا يمتلكون الشيء الكافي. يعني اللي مثلًا يصير عنده مريض رح ياخد هو سيارة على حسابه، اللي يكون عنده تمن إنه يدفع للطبيب ما رح يكون عنده أجار سيارة إنه ياخد سيارة طلب. ففي عنا حالات مزمنة، عنا مريضين سرطان، عنا كلية إلى آخره. فالوضع عنا كان سيء جدًا. لهذا بهالأحيان هاي كمان عادت النقطة الERC هي تداوم يومين بالأسبوع، طبعًا كمان غير كافي، كونها نقطة يعني لا تخدم بشكل كامل، إنه نعم. يومين بالأسبوع هي غير كافية، والنقطة الجوالة كمان ما بتأدي بالغرض نعم، بشكل كامل. إذ كان يوجد معلومات حولها. طبعًا عندنا إحصائيات نحن كعوائل 1270 عائلة، وكأفراد 7000 تقريبًا، لكن عندنا مرضى سرطان تقريبًا أكثر من 45 حالة، عندنا مرضى كلية، عندنا مرضى السكري، في عندنا ب حتى نقل الثلاسيميا كمان يوجد عندنا هون بالمخيم. كونه نقطة جوالة للساعة 3 هي بتروح. الERC كمان نفس الشيء، كمان للساعة 2 هي ينتهي دوامها، فنحن باقي اليوم في عنا معاناة شديدة.